السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض حلا طبقات البسكوت بالكريمة والمانجا. حلا بسيط جدا وطريقته سهلة وبسيطة ومضمونة بنسبة 100%، لأننا هنعملها من غير بيض ومن غير فل. وده أسرع حلا ممكن تجربوه، لأن خطواته بسيطة وواضحة وما بياخدش وقت كبير في التحضير. فلو عايزين تعملوا حاجة بسرعة كده فهو ده الاختيار المثالي. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمله ازاي. في بولة كبيرة هنحط فيها 200 جرام من الكريم شانتيه الغير محلى، يعني ما فيهوش سكر. ولو هتستخدموا الكريم شانتيه المحلى اللي بيكون فيه سكر فمش هنحط سكر في وصفتنا عشان ما تبقاش مسكرة معانا زيادة عن اللزوم. وهنا عشان استخدمت الكريم شانتيه الغير محلى فهحط عليها معلقة سكر ونص كوباية حليب بارد، وهنخفقهم كويس بالمضرب الكهربائي لعند ما يبقى عندنا القوام كريمي وناعم. واول ما يبقى عندنا القوام كريمي بنبدأ ننزل عليه بنص كوباية من بيوريه المانجا، وهنضربهم بالمضرب لعند ما يبقى عندنا القوام كريمي. وبيوريه المانجا ده عبارة عن مانجا فرمتها كويس من غير مية ولا اي سوائل. وما بنخفقش الكريمة كتير بعد ما بنضيف بيوريه المانجا، وده عشان نحافظ على قوام الكريمة وكمان عشان ما تبصش. والخطوة دي بتخلي الطعم كله متجانس، ولما نيجي نحطها بين طبقات البسكوت هتحس ان الطعم كله ماشي مع بعضه. وده قوام الكريمة اللي احنا محتاجينه في وصفتنا، ان هي تبقى تقيلة. وخلاص كده الكريمة بقت جاهزة معانا. وبعد كده هنجيب صينية بايركس او طبق تقديم، واول خطوة هنعملها اننا هنحط البسكوت في بيوريه المانجا من ثانية لثانيتين كده ونطلعه بسرعة، وده عشان البسكوت يطرى من غير ما يتفتت معانا. وبالنسبة لنوع البسكوت فممكن تستخدموا اي نوع بسكوت انتوا بتحبوه، ممكن لوتس او بسكوت الشاي العادي اللي هو ديجستيف او اولكر، او اي نوع انتوا بتحبوه، او ممكن حتى تعملوا ميكس ما بين الاتنين. وكمية البسكوت اللي هتحتاجوها في الوصفة فده بيكون على حسب مقاس الصينية اللي انت هتعملوا فيها. وبعد ما رصينا اول طبقة بسكوت معانا في الصينية، تاني طبقة وهي طبقة الكريمة بالمانجا اللي احنا خفقناها، هنحط الكريمة وهنسويها كويس في الصينية. وبعد كده هنحط طبقة بسكوت، وكل بسكوتة هنغمسها برضو بيوريه المانجا وهنرصها عندي في الصينية. وبعد ما بنرص طبقة البسكوت في الصينية هنحط تاني طبقة كريمة بالمانجا وهنسويها عندي في الصينية. بالنسبة لنوع البسكوت اللي هتستخدموه فاستخدموا اي نوع. انا هنا عملت ميكس ما بين بسكوت لوتس مع بسكوت الشاي العادي. وبعد كده هنرص طبقة بسكوت تاني فوق الكريمة، وكل بسكوتة هنغمسها عندي في بيوريه المانجا عشان تبقى طرية شوية، بس بنسيبها في بيوريه المانجا من ثانية لثانيتين عشان ما تتفتتش معانا. وبعد كده بنحط اخر طبقة معانا وهي طبقة الكريمة، وهنسويها كويس في الصينية. واحلى حاجة في الوصفة دي انها سهلة وبسيطة، وخطواتها سهلة جدا وما فيهاش خطوات كتير. هي عبارة عن بسكوت مع كريم شانتيه مع مانجا، فحقيقي طعمها بعد كده بيكون في حتة تانية خالص. وبعد ما بنحط اخر طبقة وهي طبقة الكريمة وبنسويها كويس في الصينية، بعد كده عندي بندخل الصينية دي في الفريزر من 10 دقايق لربع ساعة عشان تجمد شوية. وتاني حاجة هنعملها وهي جيلي المانجا، وده عشان نحافظ على لون المانجا وما يخليهاش تسود، وكمان لونها ما يغيرش. في بولة كبيرة هنحط فيها باكيت جيلي مانجا وعليها معلقة سكر وعليهم نص كوباية مية سخنة. هنفضل بقى نقلب فيها لعند ما الجيلي يدوب في المية، واول لما يدوب في المية بننزل عليهم بربع كوباية مية باردة. هنقلبها كويس وبعد كده هنسيبها على جنب حوالي من 10 دقايق لربع ساعة قبل ما تبرد شوية، لان ما ينفعش نحط الجيلي وهو لسه سخن على المانجا وطبقات الكريمة والبسكوت، لان هو كده هيسيح معانا الكريمة. فبنستنى لما حرارته تهدى شوية. وبعد كده هنبدأ نقطع المانجا. احنا بنقطعها مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده. وانا هنا استخدمت مانجا نعومي عشان بتكون مسكرة فهتخلي الوصفة معانا طعمها حلو، وكمان عشان حجمها كبير فهتسهل عليا التقطيع. وهنا ممكن تستخدموا اي نوع مانجا متوفر عندكم، بس المانجا لو ما كانتش مسكرة فيفضل ان انتوا تحطوا سكر في طبقة الجيلي. وبعد كده هنطلع الصينية من الفريزر، هتكون طبقة الكريمة بالمانجا جمدت ومسكت نفسها شوية. وبعد كده هنرص المانجا اللي قطعناها مكعبات على طبقة الكريمة. شايفين بقى قد ايه الوصفة سهلة وبسيطة
وخطواتها واضحة جدا وبسيطة وما فيهاش اي تعقيد، ولانها ما بتحتاجش ولا فرن ولا بيض فنسبة نجاحها بتكون 100% وهتطلع معاكي مظبوطة من اول مرة. وده اسرع حلى بلد ممكن تجربوه، وكمان طريقته مش متعبة خالص. فلو بتدوروا على وصفة سهلة وتتعمل في دقايق وتنفعنا في الصيف ده وما نقعدش وقت كتير في المطبخ واحنا بنحضرها، فحقيقي اختيارنا للوصفة دي هو بيكون الاختيار المثالي. وبعد ما بنحط المانجا اللي احنا قطعناها مكعبات، هنبدأ نحط بعد كده عليها الجيلي، وده عشان يحافظ على لونها ولون المانجا عندي ما يغيرش او يسود. وبعد كده بندخل الصينية عندي التلاجة لعند ما طبقة الجيلي تجمد كده وتمسك نفسها. وانا هنا طلعت الصينية من التلاجة بعد ما طبقة الجيلي جمدت. شايفين بقى عاملة ازاي، وطبقات الكريمة مع البسكوت مع المانجا، يعني حاجة كده ما شاء الله. واحلى حاجة في الحالة ده انه بيجمع ما بين الطعم الحلو وكمان الشكل الحلو، وفي نفس الوقت ما فيهوش اي خطوات صعبة ولا تعقيد ولا فرن ولا عجن كتير ولا خطوات كتيرة. وجربوا الوصفة دي ويخلوها من الوصفات اللي موجودة دايما في قائمة الحلويات السهلة عندكم، وجربوه بالطريقة اللي قلناها النهاردة، وهتلاقوا نفسكم بتعملوه اكتر من مرة، لان مهما تاكلوا منه ما بتزهقوش من طعمه. وبكده هنكون وصلنا لنهاية وصفتنا النهاردة. اتمنى انها تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. واشوفكم على خير في فيديو جاي.